ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير. وصل لي تعليق على الحلقه اللي كنا بنتكلم فيها على الست اللي جوزها كان عينه زايغه. وبدات ان هي بعد ما كانت محبطه ومش شايفه حاجه في الدنيا غير خياناته وحواراته، بدات تهتم بنفسها وبدات تهتم تاني باولادها واستعانت بالله، وان سبحان الله ربنا هدى الحال في الاخر، وان هو رجع يهتم بيها وبالاولاد تاني وقفل الحوارات دي كلها خالص. فالسيده الفاضله اللي بعتت لي التعليق بتقول لي انا ايه اللي يضمنني ان انا لو سبته بوحده ويعمل اللي هو عايزه ان هو هيرجع لي تاني؟ ما يمكن يتجوز عليا، او يمكن حواراته تزيد اكتر، والله اعلم هتنتهي بايه. طيب، خليني كده اقول لك ان في ايه قرانيه كريمه دي لازم احطها قدامي وانا بجتهد وبسعى في اي حاجه، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: وان ليس للانسان الا ما سعى. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا والله انا ممكن اعمل كل حاجه واعمل اللي عليا واسعى واجتهد واعمل كل حاجه مطلوبه مني، بس سبحان الله في الاخر النتيجه ديت بتاعت ربنا. ممكن كل الحاجه اللي انا كنت بسعى لها او بسعى انها تتحقق، جوزي يرضى عني، والله يحبني، يبطل حوارات، ما نتطلقش، كل السعي اللي انا كنت بسعى له عشان اوصل لهدف معين، ممكن سبحان الله ربنا ما يحققليش الهدف ده زي ما انا شايفاه، بس اكيد ربنا هيبقى واقف جنبي وهيرضيني في اتجاه تاني، وهيكبر خطوي في اتجاه تاني، لان ربنا هو اللي عارف اللي اصلح لينا، وهو عالم الغيوب وهو مؤلف القلوب زي ما بيقولوا. فانا لازم اكون حاطه في دماغي ان مفيش حاجه مضمونه، انا ممكن اعمل كل اللي عليا واسعى، وفي الاخر ربنا يقدر لي الخير في اتجاه تاني وفي ناحيه تانيه خالص. تمام. تعالي بقى نبص لحكايتنا ونبص كده الحكايه دي ليها وجهين. الوجه الاولاني اللي هي فيه كانت مجرد رد فعل للحوارات والعين الزايغه والستات الكتير اللي كانت في حياه جوزها، واللي ادى في الاخر ان هي بقت محبطه وبقت تعيسه. والوجه التاني اللي هي خلقته واللي هي اللي رسمت تفاصيله، ان انا والله هديك كل حقوقك، بس انا ههتم بنفسي وههتم باولادي وهستعين ربنا، وانت بقى ربنا يهديك. طيب، الوجه الاولاني يا ترى ايه المكتسبات اللي كانت فيه؟ يعني هل هي استفادت حاجه؟ هل جوزها بطل حوارات؟ لا. هل هي كانت نفسيا مستقره؟ لا. يبقى الوجه الاولاني اللي هي كانت مجرد رد فعل ومش مهتميه بحاجه غير الحوارات اللي جوزها عايش فيها، ما فيهوش اي مكتسبات، بالعكس كله خسائر. تعالي بقى نشوف الوجه التاني لما هي بصت على النقاط الايجابيه اللي في جوزها، ان هو راجل حنين وكريم، وبدات تهتم بنفسها وبدات تهتم باولادها ونسيت او تجاهلت اي حاجه تانية ممكن تكون بتحصل. انا مش هكلم عن النهايه لانه وارد جدا ان هو يكمل في حواراته، وارد جدا ان هو يتجوز عليها، وارد جدا ان اي حاجه تحصل، بس هو في هنا مكتسب كبير جدا هي طلعت بيه، وهي ان هي اشترت نفسها. هي بقت رجعت انسانه زي الاول، رجعت تعيش حياتها وتهتم بنفسها وتهتم باولادها وتعمل ريليشنز مع اصدقائها زي الاول. لو ما طلعتش بمكسب في الحكايه غير المكسب ده، انها كسبت نفسها وكسبت اولادها وكسبت حياتها، فده مكسب كافي جدا جدا جدا، ويستاهل التعب ويستاهل المجهود. فكل واحد في الحياة بيبقى عنده ابتلاء، وهو بيختار يبص للابتلاء ده من انهي زاوية ويبص ليه بانهي منظور. وطبعا هبص على الضلمة اللي فيه بس والألم اللي فيه، ولا هحاول ادور فيه على نقطة نور تهديني وتساعدني ان انا احسن من حياتي. واشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله.